اصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما، ورمضان كريم عليكم كلكم، وعليك يا عم صاصة، وعليك يا حبيبي، وعليك يا عم كوكو، كل سنة طيبين جميعا. رمضان ومظبطكم فيديوهات كل يوم وفيديوهات جماعية على قد ما بنقدر لما بنصطاد عم صاصة. واليوم انه فيديو مطلوب من رمضان اللي فات، وده الجزء الثاني بتاعه. قول لنا ايه هو يا عم صاصة؟ معانا النهارده سعد الحرامي الجزء الثاني. احكي لنا عايزين ايه، وقول لهم برضو ايه يا جماعه. احنا جبنا شويه ايتمات كده نجربها ونقول لكم راينا اللي ما جبناش في الجزء الاول واللي كان نفسنا نجربها. الحمد لله المره دي لقيناها، وعايزين 20,000 لايك وشيروا الفيديو ده في كل مكان، وحاولوا توصلوا 10 فيديوهات خلال شهر رمضان الكريم علشان ننزل لكم فيديوهات كل يوم لغاية آخر السنة، وده مش هيحصل. بقى ازنقوه واعملوا عكس الكلام ده. أنا بطلب بقلب جامد علشان أنا عارف إن أنتوا صعب إن أنتوا تعملوا كده. لا ممكن يعملوا. هو في شهر اليمن والبركات كل شيء جايز، وهنحضر الحاجة ونرجع لكم على طول، واوعوا تروحوا أي حتة. وها قد حضرت الأشياء. أنا عايز أقول حاجة بس، يعني مع احترامي لعم سعد الحرامي، انا عايز اغير اسمه، عايز اسميه عم سعد المجنون يعني هتبقى لايقه اكتر، يعني مش مشكله مشكله ان عشان اللي الاختراعات. طبعا اختراعات غريبه، اختراعات مجنونه. بس هو اتشهر بالاسم ده هو خلاص راجل يعني. زي العسل. لا احنا هنغيره. انا في المرتين اللي طلبته ما شاء الله هو اللي بيبقى قاعد طول اليوم في المحل، لان طلبته قبل كده كان في حاجات ناقصه، فقلنا نصور فيديو يوم تاني. هو اللي على طول بيرد على التليفون ومتابع وزي العسل، ربنا يبارك له يا رب. يلا بينا يلا بينا. ادي طاجن، وادي طاجن. انا بقى قسم السلطات. وادي طاجن، وادي سلطه. وادي طاجن. هي الطواجن صغرت ولا زي ما هي كانت صغيره؟ بس هل صغرت؟ مش عارف، انا حاسس صح. شكلها كده يعني. يا عم سعد، يا عم سعد، انا بقول عايز اغير اسم الحرامي ده يا عم سعد. وهنا شويه سلطات. طاجن 2 3 4 5 6 7 طواجن ما مختلفين شاء الله، عن ما شاء بتوع الله. السنه اللي فاتت. ويلا بينا هنجهزهم ونبدا الجزء الثاني من عم سعد الحرامي. ونبتدي باول حاجه، ده زي ما انتم شايفين كده طاجن بيض بالبسطرمه بالفول. حجمه صغنون قوي، والسعر بقى غالي، السعر بقى غالي غير السنه اللي فاتت قوي، ب 65 جنيه كتير. تعالوا ندوق الاول هي الريحه جميله، ريحه البيض والبسطرمه جميله. ناخد معلقه بيض وفول وبسطرمه. اوكي، يلا بينا ندوق. يا اخي بتسرق قلبي كل مره. حلو جدا البسطرمه دي قوي. ما هذه البسطرمه يا سعد يا حرام، سرقها من عند البقال بالعيش. ايه مالك يا كيرو، عايز تقول ايه؟ البسطرمه تحفه، البيت جميل، الفول يعني حكايه. بس 65 جنيه. انتوا اللي انتوا مش فاهمين، احنا خدنا كل واحد، انا خدت تنتوفه معلقه كده، ان احنا لما كل واحد ياخد لقمه بالعيش الطاجن هيخلص. هناخد لقمه ونرجع لكم. يلا بينا ندوق. خدنا اهو كل واحد لقمه. بصوا اللي متبقي بح لقمه تاني تقريبا لواحد، مش لكل واحد. يلا بينا ندوق. هنا الفولايه بصراحه زبده، الفول زبده، بس هنا خدت حته بسطرمه كبيره. حسيت انها حادقه شويه. اخي في الله اشكرك. قد تحدث اخي وقال ان البسطرمه حادقه شويتين، انا عشان الاول خدت تنتوفه بسطرمه صغيره قوي. انا حسيتها شويه من الاول صراحه، بس قلت ايه مع العيش وبتاع الموضوع هيختلف. لا هي ظاهره ان هي البسطرمه حادقه شويتين، بس الفول 10 على 10. البيض ممكن نقول قليل سيكا، كان محتاج بيضه تانية مثلا. البيض قليل. ما هو حاططها على حجم الطاجن اللي هو حاطه. ما انا بقول لا، ما انا بتكلم على الحجم برضه. انا ما حسيتش قوي بطعم البيض اللي حسيته البسطرمه والفول ده. انا بصوا عامه أيوة. البيض والبسطرمه الرق اللي على الوش بس فقط لا غير، مفيش من تحت. ايوه من تحت هو الفول بس. الفول بس. عم صاصي، هو الطاجن حلو طعمه جميل، البسطرمه حادقه شويه، السعر غالي جدا بالنسبه للكميه. جدا جدا. يعني هو تقريبا ده دي بيضه واحده تقريبا. هي بيضه. دي بيضه. هي بيضه، والبسطرمه برضو اللي على الوش، ما هو الرق اللي فوق بس مفيش تحت. فلا عارف لو في من تحت كمان كنت اقول لك ماشي. ايوه، انما اقول هي قطعه بسطرمه، قول هي قطعه بسطرمه وبيضه وفول عادي يعني. توبو 35 لو ضربوا الدم ب 40 جنيه يبقى غالي. هو عمك سعد بيبيع اسم وطعم بصراحه، بس الموضوع زياده. طب ايه ارقامنا ايه؟ هي الحاجه حلوه بس الكميه والسعر اوفر مش وراها شويه. كوكو
بالنسبه ان احنا في رمضان وده يعني موسم. شهر خروجات وبتاع والكلام، آه. فايه مع ان الناس مصدقه قوي في الموضوع ده، هي خارجه تنبسط وكده. تمام. فانا شايف ان انت هتروح هتدفع مبلغ حلو بس هتنبسط بالاكل اللي هناك. فانا رايي ان اديله 8 من 10. تجربة مختلفة ولذيذة، بس انا الطاجن ده بالذات لانه حاسه مش متكلف قوي يعني، فانا هديله 6 من 10. عم صاصة انا الوسط بينكم اديله 7 من 10. انا 6، صاصة 7، كيلو 8. شبه متفقين في اول طاجن، بس احنا مبتدئين بليفل لسه الكتاكيتو لسه في وحوش جايه معانا، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. في نقطة مهمة جدا نسينا كلنا نتكلم فيها، والا هي هو انا يا هاكل الطواجن دي لو انا يعني راجل اورينتال قوي هاكلها بالمعلقة او بالشوكة. هو مش باعت لا معالق ولا شوك، دي معالقنا وشوكنا. طب لو انا راجل شعبي وعايز ادي في الطاجن، شعبي عايز عيش هاكل عيش؟ لا باعت عيش ولا يحزنون ولا معالق ولا شوك. ليه ده اوردر فول ب 510 جنيه يا عم سعد. خد يعني، حس بالغلابه، حس بالغلابه يا عم سعد، يحس بيك ربنا. قول لنا ده ايه يا عم كوكو؟ ده الصدمه الكبيره يا جدعان اللي هنعرفها كلنا سنه. زي ما انتم شايفين كده، ده طاجن فول بالبطاطس المهروسه واللحمه. تمام. سعره 70 جنيه. واو. صغنون قوي. انا عارف ان هو سخن بس ربنا يستر، بس انا جامد، انا اقوى من النار. صغير قوي يا جماعه. النار ما بتلسعش مؤمن يا عم جو. ايه ده؟ عشان كده انا ما بتلسعش على طول، انت بتتلسع. ده انت رارارارن. حلو ركبت عليه الافيه مظبوط. طيب ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده اوفر قوي يا جماعه الصراحه، اوفر قوي ده يعني. بس صندوق هو بيعمل بصراحه افتكاسات ما حدش عاملها. يلا بينا. ده احلى واحد يتاكل بالمعلقه. ده ما اظنش انه هيحتاج عيش يا ابني اي حاجه فيها فول لازم تاكل. اهي مفيش فول خالص، ده كله بطاطس. هو بطاطس ولحمه بس. انزل. ايه ده ما فيهوش فول. ده مش فول، ده بطاطس مهروسه باللحمه المفرومه فقط لا غير. اوكي. طب البطاطس تلاقيها غاليه. اوكي يلا بينا. انت كده لوحدك كده وصاصه برضه. في ملح جاي زياده قوي. وصاصه اكتشف ايه دي؟ حته شكلها حته قرش توم. قرش توم كده. توم يعني مش توم العرش بتاع التوم. عم صاصه لا، بس انا في ملح فظيع في بقي. في جبل ملح. جبل ملح يا عم سعد. ده انت السنه اللي فاتت يا عم سعد، ده احنا مستنيين رمضان يجي من السنه اللي فاتت علشان الجزء الثاني. عشان نعمل الجزء الثاني فعلا. وما يعني بطاطس مهروسه يعني، معلش يعني اللحمه مش ظاهره. بطاطس مهروسه بالملح. لا بالملح المفروض، فانا او بالملح الجبل. فانا اكل طاجن زي ده بطاطس مهروسه ومتشمم لحمه ب 70 جنيه. لا اوفر صراحه قوي. لا ده هنا يعني التاني الفول ماشي شفع له والبسطرمه شفعت له، انما ده لا بطاطس مهروسه واللحمه مفرومه، مفيش طعم لحمه، وفي بطاطس مهروسه بالملح فعلا. لا كده وكمان وصلنا لقيمه ان الفلوس ملهاش قيمه يعني. ايه 70 70 جنيه في لا يعني الواحد ده طفل ياكله. احنا خدنا يا جماعه كل واحد دواء معلقه يعني اباوت نص الطبق. حلوه اباوت دي، اباوت وانت بتاكل فول. الله يرحم والديك. ما عجبناش. هو ايه يا جدعان كده؟ ما اعرفش في ايه. احنا مستنيين الفيديو ده والله العظيم، مستنيين الفيديو ده من السنه اللي فاتت، وربنا من السنه اللي فاتت مستنيين. هتديله كام؟ 3 0 هديله ايه معلش؟ ب 70 جنيه بطاطس مهروسه بالملح. سعره يخليك يعني تقول اي حاجه. معلش انا هو سد نفسنا ان احنا اجيب سندوتشين بطاطس مهروسه ب 10 12 جنيه صحيح. ولا اجيبش الطاجن ده بكام؟ 65 70 جنيه. مش والله لساني مش قادر ينطق. يا عم سعد احنا في شهر مبارك، احنا في شهر اليمن والبركات. حن على الناس يا عم، حن على الناس شويه مش كده يعني. واذا عملت حاجه غاليه يا عم سعد تبقى متاكد انها طالعه من تحت ايدك. انت برنس وقاعد في المحل 24 ساعه، ده ما يطلعش ب 70 جنيه يا عم سعد. يلا هنجيب اللي بعد كده ونتمنى انه يبقى احلى من كده. رجعنا لكم يا جماعه بثالث حاجه، وده افتكاسه جامده من افتكاسات سعد. كان نفسنا نجربها السنه اللي فاتت. فول بالجمبري وثمنه 80 جنيه. هي طيب هو انا قلبت كده تقلبتين. عارفين حجم الجمبري الشيكيدودو اللي هو بيبقى الجنين، الجمبري الجنين. جمبري نونو، شيكي نونو. بصوا يعني خلاص بقى انتوا عارفين بقى من غير ما اوريكم. دي حجم الجمبري وهي متغلفه كمان بطبقه الفول.
بس يا رب الطعم يعني انا ما اعرفش، هو عم سعد كان السنه اللي فاتت حاجه تانية خالص. كان جميل، كان أوي. جميل جدا. التجربه السنه اللي فاتت كانت حلوه، والاسعار ما كانتش كده خالص. يلا. هي كانت غاليه بس ما كانتش بالصوره الفظيعه. يلا بينا ندوق. بس هو شكله فيه جمبري كتير على فكره، يعني هو جمبري صغير بس كتير، انا شايف لون ابيض كتير. حاسين برضه ان الدنيا حادقه، واصله لكم الحدوقيه. هي الدنيا حادقه بعيدا عن حادقه. انا ما خدتش جمبري. خدت جمبري؟ انا خدت جمبري بس ما حسيتوش. ولا انا. يعني انا ركزت في الملح اكتر من اي حاجه تانية كده. ده جمبري لوحده يا جماعه اهو. مش ده جمبري ده. والله شكله مش مش جمبري يا عم. ما هو طب تعالى ندوق. ده مش جمبري، ده عامل زي يكون سمين. ايه ده؟ ده مش الجمبري، ده طاجن بيتي. ده طاجن بيتي. سماح يا عم سعد، ده ليا قطع ليا. ايوه. وحادق قوي، الفول حادق قوي. بس لا لسه لا، انا ما حسيتش بالقضيه. ايه طاجن بيتي؟ طاجن بيتي ب 65 جنيه يا جماعه، سامحونا ب 50. طاجن بيتي ب 50 جنيه، ده اللي هو شكله فول بالليه. لا احنا ما بنصلحش، هم معانا كده باللايف يا باشا، احنا هنحور عليهم، دول اخواتنا. ندوق. يلا بقى ندوق بقى، ده بالليه بقى. بس انا مش حاسس بالملح اللي انتوا عمالين تقولوا عليه. لا انا حاسس ده بصراحه. لا في ملح. حاجه. والله. صدقت اخواتي. واللي انت حاسس بتاثيرها؟ بس الملح طبعا اللي هي جامده جدا، بس للاسف الملح قوي جدا. انا ما حسيتوش بصراحه في اول معلقه، بس دايما بحس الملح مع اللقمه، مش عارف ليه يعني. برضو حصل معايا كده في الفات، بس الملح الزياده شويتين 3. معلش استمحوني عذرا، قولوا رايكم يا حلوين. ده ب 80 جنيه، ده 50 جنيه. 50. ده اسمه طاجن بيتي. طاجن بيتي اللي هو فول بالليه. اتفضل قول رايك. هو لا طبعا الملح مبوظ التجربه خالص، يعني حاجه طعمها حادق انت مش متقبلها. اللي هي اوكي لما اكلت منها تاني ظهرت شويه، بس انا شايف انه اقل من المتوسط يعني. كوكو. انا شايف ان الطاجن ده طعمه جامد جدا، الملح هو اللي مبوظه. ممكن يكون الملح هو اللي مبوظ التجربه. انا ما بحبش الملح خالص الزياده اساسا. انا ما بكره الملح جدا طبعا، بوظ عليا التجربه. بس فعلا الطاجن مميز وسعره مميز ومليان ليا لعشاق الليا الضاني، هو مليان. بس للاسف طبعا حته الملح يمكن لو كان ظبطت الملح كان هياخد رقم تاني خالص والله العظيم غير اللي انا هقوله ده. طب ارقامكم ايه؟ اتفضل. انا حاسس ان يعني الملح زياده ده في كذا طاجن. لو هو عمل بقى يعني الطاجن دي ملح بره تبقى احسن بكتير. انت تحط ملحك وتقلب وتظبط دنيتك. ما علينا، دي بقى مش قصتنا، احنا مش هنروح نشتغل هناك. احنا ناس دفعنا فلوس وبنقيم اصل احنا مش عايز اقول لك كلنا، احنا لبسنا. فقول رايك. اديله 4 من 10. عم صاصه اديله 3 من 10. انا رؤوف. ايه ده؟ انا الرؤوف اللي فيهم. انت رؤوف. انا 5 من 10 لانه سعره شايفه كويس قصاد غلطه الملح، فهيبقى متوسط سعره 5 كويس بالنسبه لاخواته. بالنسبه بس لاخواته ماشي. يلا نروح للي بعد كده ونشوف عم سعد الحرامي هيعمل معانا ايه السنه دي. ودلوقتي مع الطاجن التالي، زي ما انتم شايفين كده، ده طاجن فول باللحمه، لحمه معصجه كده مسبكه بالفول. سعره 65 جنيه. معلش هتلاقوا ملامح الضحك بقت يعني، او البؤس اختلفت دلوقتي. الملامح اختلفت. يلا بينا ندوق يا اولاد اللحمه بالفول. يلا بينا. اهو فيها طماطم اهي متسبكه فعلا. يلا يا اولاد. هو حكايه الملح يعني؟ والله العظيم الطاجن حلو والفكره حلوه وملعوبه. ملح قوي. ايه الملح ده بقى؟ قوي. طب هات شويه الحاجات اللي هو جايبها دي برضه عشان ايه نبقى بنديله حقه. في هنا 1 بتنجان وربع صابع فلفل. اوعى تكون كلت منه عصاص. لا يا حبيبي. هو جاي كده ماشي. وشويه طماطم وشويه مخلل وبابا غنوج وجبنه قديمه. تعالوا ندوقهم في السريع كده، علشان ده حد عايز يقيم ده هيقول عليه حاجه. انت عايز تقول حاجه؟ طب تعالى ندوق دول. ادي البابا ريحتها حلوه. ادي البابا. طب معلش ممكن ندوق بالعيش بعد اذنك، وتدوقوا برضه بالعيش. حلو قوي البابا يا كيرو. اوكي هتعجبك قوي. دوق يا حبيبي. لا حلو. بابا دايما حلو. بابا هو اللي بيصرف وياكل ويشرب ويلبس. بابا جميل يا صاصا حبيبي دايما. لا مش ابوك اللي في البيت. انا عارف. بابا ده صاصة غرب. انا خدت بالي منك فقلت ايه لا انما صاصة غرب. ايه ده؟ مش عارف. طيب ايه رايكم؟ طب هو ايه ده؟ يعني انا مش هو عارف مش معروف إزاي. هو ايه بالملح.
وحاجه بالملح. محل توم كبير زي بالملح. سعد الحرام توم بالملح. يعمل بابا غنوج بالجوده دي. يا عم سعد، يا عم سعد انت تقيل قوي. قول يا عم سعد. اول مره في حياتي ادوق بابا غنوج بالسوق ده من اي مكان إن كان. طيب اكيد شرح طماطم طعمها طماطم عاديه يعني. البرنجان المخلل، اتفضل انت دوق من دي وانا وكيلو هنقسم دي. يقطع شريحه اهي. اتفضل يا عم كوكو، اتفضل يا عم صاصه. انت مستني اجي اكلك في بقك؟ هي ناقصه؟ ده احنا النهارده طالع عين اللي جابونا. يلا يلا يا عم كوكو، يلا بقى على الجبنه القديمه. يلا بقى بسرعه. دي اللي تدوقها بقى. الراجل ده جايب دي جامدة. دي من الفلاحين، دي جامده. دي جايبها من حد فلاح من الصعيد. الجبنه تحفه. طيب ده بس باي الطماطم باي. اكتر من الجبنه. بس لا عشان يظبط حاجه ظبطت الملوحه يا اخي. احمد ربنا، احمد ربنا. ده اللي يتاكل. شيل يا ابني الكلام ده وشيل. معلش الكلام احنا معلش احنا بنتعامل ان انتوا مش موجودين. معلش احنا عشان معتبرينكم اخواتنا. طيب الفول باللحمه بقى. انا حاسس ان الملوحه في الاضافات. بمعنى ايه؟ لو اكلت الفول لوحده ما حسيتش بملوحه. هو كيلو تقريبا بيحاول يبرر له. يبرر احنا دافعين في ده ب 65 جنيه. طب مبسوط؟ لا. طب بتعمل ايه؟ بتبرر له ليه؟ ما هو كان حلو السنه اللي فاتت وكنا كلنا مبسوطين بيه. انما السنه دي انا باكل ملح ب 65 جنيه بس طعم اللحمه واضح. برضو الواحد يقول مميزات طعم اللحمه واضح. الفوله جميله ولكن ملح. انا هتسحر بده ازاي؟ ده ما ينفعش في رمضان. ده كارثه. ده كارثه. ده ولا 10 لتر رايب يخلوك تستحمل لتاني يوم. عم صاصه وعم كيرو قولوا بقى انتوا عايزين ايه؟ 3. سامحنا عم سعد، انا بحبك والله العظيم. 1 السعر 65 جنيه ومش طعمه مش حلو ولا كميه ولا سعر ولا يلا بينا نروح للي بعد كده. هو احنا عمالين ندور على طاجن الجمبري، كل ما نفتكره هو ده يطلع حاجه تانية. قول لنا ايه هو ده؟ ده المفروض انه طاجن بلوبيف فول بالبلوبيف بالبيض، وده ثمنه 65 جنيه. 65 جنيه؟ ماشي. يلا نقوم. يلا. هو الاسعار النهارده بقت كلها طيب ادي حته يا لا احسن يكون مالح. لا يلا يا جماعه مدوا ايديكم بس. ما هو واحد يطلع بعد كده. طاجن صغير مش هيشيل الايدين دي كلها حضرتك. على فكره ب 65 جنيه ما تقلش منه. بعد انا مش قلل منه، هو اللي قلل من نفسه. هو قلل مننا. والله العظيم. يلا بينا ندوق اللي مني. مفيش بلوبيف، ده فول بالبيض. بص هو يمكن ده اول واحد ملحه يبقى مظبوط. لا الملح ما عنديش اعتراض خالص على الملح. كميه البيض كويسه كتيره. بلوبيف فينيتو. مفيش بلوبيف، مش ده البلوبيف. هو كده غلطان في حاجه. يا اما ما انا عايز بس اشوف الجمبري اللي انا دافع فيه 80 جنيه ده هيروح فين؟ الله العظيم. لا اروح البحر اجيب جمبري من هناك. لا ده فول بالبيض يا بابا. ايوه فول بالبيض. مفيش بلوبيف خالص. اهو قدامكم اهو والله. اخرة المعروف الضرب. حته البلوبيف وقعت اهي. يا كداب. طيب ده طاجن فول بالبيض ب 65 جنيه. جميل حلو. طيب عامة بعيدا عن السعر يعني ده فعلا اول طاجن يجي ملح مظبوط. تمام. والفول بالبيض لذيذ يعني. اللي هو اللي تعمله في البيت هو الفول بتاعه حلو والبيض ادى نكهه جديده للفول. ومش قلي البيض قوي على فكره. لا البيض مليان. لا مش قلي يعني تحس انه مسلوق على ماء. ايوه البيضه كده تحس انها فيها سنه نشفانه كده. طب ما هو لو ده ب 65 جنيه تبقى كارثه. ما لو فول بالبيض بهذا الحجم اقل من حجم كفي يعني. هقول لك 65 على اي عربيه النهارده ب 25 جنيه. بص هو في بضايه مثلا. ماشي في بضايه. في بضايه. لا ده حاسه في بطين. في بضايه بطين. تمام. البضايه بكام؟ ب5. لا يا حبيبي مش ب5. 7.
ايه ده انتوا عايشين في الهند ولا ايه؟ البضايه من 3.5 ل 4 جنيه. ايوه 4 جنيه يعني تقريبا. البيضتين يا حبيبي البضايه من 3.5 ل 4. أيوة، 4 المكان جنيه التاني ب4 تختلف، جنيه. نقول 2 ب 4 ب 8 جنيه. تمام. 8 جنيه وهتديني شويه الفول بكام؟ ب يا 10 سيدي جنيه. ب 10 جنيه 18 جنيه 20 جنيه 25 جنيه. ما هو ده المفروض احنا محاسبين على بلوبيف بالبيض. ما هو بس يبقى هو كده ماشي. ما هو لو بلوبيف بالبيض برضو لا ما جاش برضو البلوبيف كتير. دي نمره واحد، ولا بلوبيف بالبيض برضو كتير 65 لا طبعا. جنيه. بالنسبه للحجم من نونو. انا مستغرب ان احنا الفيديو ده بنقول كده، احنا جايبين الفيديو ده عشان يعني يبقى ننبسط. انبسطنا بيه السنه اللي فاتت قوي باشا انا هاكلك من مطعم فول وطعميه تمام، وقول لي انت رايك فيه ايه. ده بقى ماشي. هيبقى من اقتراحي انا آه. وهاكلك لما نشوف يا وهتشوف. اخوي، لما نشوف يا عم هنشوف. صاص، لما نشوف الفيديو الجاي الفيديو ما فيديوهين 3 ماشي اوكي. عشان ما احنا كل يوم فيديو يا تمام، حبيبي، تمام. هننزل لهم 2 فول ورا بعض. تمام. طيب تقييماتكم يا جماعه على انه فول بالبيض ولا فول بالبلوبيف؟ صحيح. على ان احنا اللي كلنا ده فول بالبيض ب 65 جنيه بهذا الحجم، ما احنا مالناش دعوه غير اللي جالنا. ماشي، ده هديله 4 من 10. برضه في حدود 4 5 مش هيزيد يعني. هو ثمنه اللي مضيعه، والبلوبيف اللي مش موجود جو هيصدم. مقهور. هو عنده حق الصراحه. انا كنت عايز اديله واحد بس عشان ظبط الملح هنا. هو الوحيد اللي يعني ممكن هتاكله يعني. يا الله انا عايز ال 510 جنيه وعم ساعد. يا عم 510 جنيه ابعت لي ال 10 جنيه قبل ال 500 ايوه يا عم بقى سعد. باذن الله يا عم سعد. طيب هنختم ان شاء الله ولا لسه يعني في 2 لسه في اللي الجمبري اللي احنا مش لاقيينه ده اللي ب 80 جنيه. يا رب نلاقيه او ما نلاقيهوش مش فارقه بقى، ربنا يعوض علينا، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. طيب هو ده المفروض على حد فهمنا ده اخر طاجن في الحادق، عشان في طاجن اللي جاي طاجن حلو. ده مش الجمبري برضو. انا ممكن الفاتوره بعد اذنك عشان برضو دي بس الفاتوره. خد بالك من رقم التليفون اللي تحت. خد بالك من رقم التليفون اللي تحت، عندك حق. دي الفاتوره رابع ايتم تقريبا او ثالث ايتم، رابع ايتم الجمبري او ثالث ايتم ابو 80 جنيه هو الوحيد اللي 80 جنيه اهو. والنبي يا مونتير وانت بتمنتج وابقى شيل العنوان، يعني اقطع الحته اللي تحت دي، شيل العنوان ورقم التليفون. انت خليتنا خبي التليفون وسايبين العنوان. انصح اخواتك، اقسم بالله انصح اخواتك. وانا مش شايف اللي مكتوب، انا شايف ولا انا التليفون بس. في المونتاج بقى تتشال الكلام ده كله. طيب فين الجمبري بتاعي؟ فين فلوس ميمس؟ اين اشيائي؟ يمكن يكون الحلو اللي في الاخر ده هو اللي اللي في الجمبري؟ ويبقى نسي يجيب الحلو. مثلا نتمنى. انا وريتهم الفاتوره وقربتها خلاص، شيل بقى شيل. عايزين نعرف ده بكام. عامة المفروض ده ايه بقى؟ ده بلوبيف بالبيض. بلوبيف بيض بسطرمه. بلوبيف بيض. انا جننت. وسعره 65 جنيه. يبقى هو عكس بقى الفول بالجمبري بالفول بالبيض اللي احنا كنا المره اللي فاتت. طيب لو ده بلوبيف. يلا يا اولاد. لا ده بلوبيف بالبيض اهو واضح اهو. يلا بينا. البلوبيف ريحته باينه قوي. يلا بينا ندوق. باينه. انا مش على الوعي اللي انتوا وقعتوها دي ليه؟ انا وحوح ليه انا؟ فول بالبلوبيف بالبيض. الملح مظبوط هنا برضو. الملح مظبوط. بس فول بالبلوبيف مش عارف اتكلم. بالله حصل فيا يا عم سعد. طب هات طاجن الجمبري يا عم سعد، بلاش ال 510، هات طاجن الجمبري. مش برضه ب 65 جنيه. انا مش عارف بصراحه، مش عارف اتكلموا انتوا لان انا ما النهارده كده. بس انا ما صدقت ان انا الاقي حاجه يعني ملحانه. هو الصراحه البروبيف بالبيض طعمه جميل وريحته حلوه قوي. وانا شايف ان الطاجن مليان بيض وبروبيف. انا مهما كان انا برضو في عدم سعاده وعدم رضا، ما اضحكش عليكم. 65 جنيه معلش يا جماعه مش قليل. هو بالنسبه للي احنا جربناه كله لغايه دلوقتي ده ملك الليله، الحاجه الوحيده اللي تتاكل. ده ملك الليله مظبوط. يعني في بلوبيف وفي بيض والفول مش حادق او الطاجن مش حلو والميكس كويس. طيب ب 65 جنيه هتدوا له كام؟ هو فعلا احلى حاجه النهارده. انا اديله 7 7.5 من 10. انا زعلان. طيب انا زعلان معلش بس يعني هو ما صدقنا. هو كويس ماشي. زعلك عم سعد وتراضيك الدنيا. خليني على 7. مين اللي قال فيكم 7؟ صاصه. ماشي خليني في 7. وانت كام؟ 7.5. يعني كلنا برضو في نفس الموضوع. كلنا في المركب واحد يا حبيبي. السنه اللي فاتت احنا كان غالبا اغلبيه الحاجات عشرات. هسيب لكم الفيديو بتاع الجزء الاولاني، اتفرجوا على الذكريات. اتفرجوا عليه عشان تعرفوا عم سعد السنه اللي فاتت عن السنه دي. ما اعرفش ليه الفرق الشاسع ده.
هنجيب اخر حاجه وهي الحلو، بس انا اتمنى ان تبقى الجمبري ويبقى نسي الحلو، يعني الجمبري بالنسبه لي احسن من الحلو. هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم. جاهزين؟ جاهز يا اخويا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. آه. ضربه في معاميع. كل ده نزله، خليهم يشوفوا كل الفضايح لما بنبقى كلنا قافلين. يلا. واخر حاجه يا جماعه معانا النهارده ده طاجن فول بالقشطه بالعجوه، سعره 65 جنيه. يعني كده طاجن الجمبري راح علينا وجي مكانه فول بالبيض. احنا ما طلبناش فول بالبيض. ليه يا عم سعد؟ ده انت كاتبها بايدك في الفاتوره يا عم سعد، فول بالجمبري. ما تجيبوش ليه؟ يلا اتفضل. المفروض ده حلو بقى، يعني حلو يطلع حلو يعني. انا سايب ده الطاجن الوحيد اللي اتكرر عن مع السنه اللي فاتت، لانه لوحنا السنه اللي فاتت. اتمنى انه يلوحنا برضو السنه دي، يبرد بس يلا بينا بارد يلا. انت مطلعها بالك نص ساعه، انا لسه يعني انا غلطان ان انا دخلتك تمد ايدك الاول في الطاجن. يلا بينا، انت فاكرني هخاف؟ يلا. بصوا ما عجبنيش. هو جنان، هو جنان، بس السنه اللي فاتت والله العظيم احلى، كان احلى. بس جنان، دعونا ننسى السنه اللي فاتت، في جنان في الموضوع. يعني تركيبه غريبه لما انت بتاكل فول مع عجوه مع قشطه، الموضوع غريب. هنا الميكس مجنون، واحيي عم سعد على الجنان ده. بس هرجع اقول السنه اللي فاتت كنت ظابط الميكس اكتر. هنا خدت انا تاني معلقه دي كان السكر فيها عالي قوي. هو سكر عالي يا ملح عالي؟ في يا عم سعد. طب قولوا ارائكم النهائيه يا احلى شباب في الكون. حبيبي انا الطاجن ده بالنسبه لي حلو، هو غريب فعجبني اللعب اللي فيه، عجبني صراحه. كتوتال التجربه، لا النهارده في حاجات كتيره وقعت منه ما كناش متوقعين هيحصل كده، يعني بالنسبه للتجربه بتاعت السنه اللي فاتت. عم كوكو الطاجن حلو برضو بتاع السنه دي. انا اتفق مع جو، بتاع السنه اللي فاتت احلى فعلا. بس ده برضو ايه يعني حلو مقبول. متفق مع صاصه ومع كيرو، وبرضو كلنا متفقين ان النهارده في سقطات كتيره قوي في الملح. في سقطه ان انا طالب جمبري جالي مكانها ابو لبيف، جالي مكانها سوري بيض، وده ب 80 جنيه، فحرام ان هو ما يجيش. يعني الاسعار عاليه جدا. البتنجان المخلل برضو وحش جدا. بابا غنوج مش يعني. بابا غنوج، لا بابا ولا غنوج. ده خالته غنوجه، عمه غنوجه، اي حاجه. اي حاجه غير بابا غنوج. الحلو اللي كانت الجبنه القديمه بالطماطم بصراحه جميله. ما انبسطتش انا النهارده. عم سعد ما كانش في الفورمه. لا النهارده مش في الفورمه خلينا كلنا مش في الفورمه النهارده. بصراحه يعني والله يا عم سعد يعلم ربنا احنا كنا مستنيين الفيديو ده من السنه اللي فاتت، بنقول هنعمل السنه اللي جايه الجزء الثاني بتاع عم سعد من كتر ما عجبنا السنه اللي فاتت. طيب تقييمات نهائيه، كل واحد يقول الرقم اللي جواه على طول. يلا نعد 1 2 3 وكل واحد يقول. المطعم بتاع السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ يا ابني انا مالي بالسنه اللي فاتت، ما هيولد. طيب هنعد 1 2 3 وكل واحد هيقول الرقم بتاعه على الكل طبعا، صح؟ الاوفر اول السنه دي اوفر اول كل حاجه. ماشي. 1 2 3 تعجبني، وده ابو قلبي رقيق وصغير. حاجتين فيهم 3 حاجات بالظبط عجبوني قوي. الاخراني ده حلو جدا، ما احنا قلنا كل والبلوبيف والطماطم بال هو بصراحه السنه دي للاسف 4 دي فشل. ما طبعا 5 واقل من 5 ده مش حلو. لا. ومش انت عم سعد اللي يطلع منك كده، فاتمنى انك يعني تعيد النظر، وخصوصا ان انا لما اتصلت المرتين عشان اطلب انت اللي رديت عليا بنفسك، فانت متواجد، فانت بيطلع من تحت ايدك حاجات احسن من كده بكتير. فبعد اذنك عم سعد بلاش الحاجات دي تاني تطلع، الملح الزياده والسكر الزياده والغلطات في الاوردر دي. وكمان في حاجه نسيت اقولها لكم، احنا اساسا طالبين 6 طواجن، هو بعت لنا 7 وحاسبنا على ال7 اللي هو الطاجن الفول باللحمه، صح؟ اللي كان باللحمه اللي مش فاكر انا واحد زياده، طاجن غالبا فول باللحمه ما كناش طالبينه، هو جابه وحاسبنا عليه، وانا قلت خلاص هستلمه مفيش مشكله، حاجته حلوه كده كده فمش هتفرق. انما البس في طاجن زياده وتطلع العجب. مفيش عيش ولا معالي. لا وبالاسعار الغاليه دي. لا هو طلب يعني رفقا بالناس، الاسعار بتاعتك صراحه بقت عاليه قوي. نذكرهم يا اخي في الله، عايزين 20,000 لايك وشاروا الفيديو ده في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بعد اذنكم ويفعل زرار التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. عايز منهم حاجه انت كمان يا عم عصام ولا مش عايز حاجه؟ مش عايز حاجه، عايز رضا ربنا ورضا الوالدين. ونشوفكم على خير في فيديو بتاع بكره، الفيديو الرمضاني الجديد. وكان معكم جو كرش بوي وعم كيرو وعم صاصه. سلام.